هو انت بتكلمي مين؟ انت جاي تتقدم كده ازاي؟ مساء الخير يا مستر اسلام. انا خنور. اتفضل اطلع بره يا عم، ما تبقى جاهز تعالى لنا. الو. هي يا نسمة حصل ايه الصوت اللي كان عندك ده؟ الحمد لله ماما دخلت عليا وسمعتني كلام مش قادره اقول لك عامل ازاي يا احمد، وانت لازم تعمل اي حاجه علشاني، وانا قلت لها ان انت هتيجي تتقدم بكره. بكره؟ انت شايفه ان ده وقت مناسب يعني؟ هعمل ايه طيب؟ طب ما هي هترفضني في الاخر هي واخوكي، وانت عارفه ان ظروفي مش احسن حاجه. انا هقف جنبك، انت لازم تثبت لهم ان انت شاريني وان انت بتحبني وانك مش بتضحك عليا زي ما هي بتقولي. ماشي يا نسمة، ماشي خلاص تمام. بكره على المغرب كده هعدي عليكم. خلاص ماشي هستنى. بس مش عارفه اجيب ابويا معايا. تعالى انت بس وقول لهم بقى كده بجيب باباك، وانا هخليهم يوافقوا عليك يا احمد. ماشي يا نسمة، ربنا يسهل. تمام ماشي اوكي. سلام. باي. يا رب يجي ويا رب ما يطلعني صغيره قدام اهلي، ربنا يستر بقى. مساء الخير يا مستر اسلام. انا خنور. يا احمد تعالى يا حبيبي. شكرا. ماما، يا ماما تعالي يا ماما شوفي. ايه يا حبيبي؟ تعالى شوفي يا اختي اللي جاي. مين؟ داخل ولا في ايديه حاجه ولا اي بتاع. هو مين ده بس؟ انا قلت ان هو داخل بقى معاه محل الابوار كله عشان بنتك فاضي. العريس سي بتاع. تعالي شوفي. تعالي يا اختي. سلام. دي حلوه. انت بقى العريس اللي جاي تتقدم لاختي، داخل كده لوحدك، فين ابوك؟ مفيش حد كبير جاي معاك، وبعدين ازاي تخش وانت فاضي كده؟ ولا انت شايفه ايه يا ماما؟ فعلا يا ابني العريس بيخش بقيمته وهو جاي، بس ما نعرفش ظروفه ايه يعني. ظروف ايه؟ ده جاي يتقدم. تمام، اما نسمع بس كلامه ويعرفنا عن نفسه وعن عيلته ونبقى نحكم عليه. بص، هو انا مبدئيا المفروض كنت اتكلمت مع نسمة في ان انا يعني ظروفي مش احسن حاجه، فانا المفروض تكون فهمتكم يعني الظروف بتاعتي يعني، ولا مش فاهم في ايه؟ افهم من كلامك دوت ان انت جاي تقدم لبنتي وانت ابيض يعني، ولا شقه ولا عفش. الدهب مش هقولك تجيب دهب ايه، لان الدهب ده بيبقى يعني قيمه العريس، فايا كان جبت دبله بيبقى مقامك، جبت لها الماس برضو بيبقى مقامك. فانا مش فاهماك بصراحه، انت جاي تتقدم كده ازاي؟ بصي، هو انا فعلا مملكش حاجه يعني، انا لسه ما عنديش شقه وحتى ما اعرفش قاعده في ايجار.